في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على اولى الهجرات البشريه واشنو هما الاسباب ديالها. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا لايك وسبسكرايب. حسب ديفينيسيون ديال الهجره هو الانتقال من بلد او منطقه لبلاصه اخرى. من فاش بدات البشريه الاولى في الانتشار في افريقيا البشر في حركه حتى ليومنا هذا. 3% من البوبولاسيون ديال العالم ما كتسكنش في البلد الاصلي ديالها، سواء بسبب الاختياري او بسبب قوه قهريه. الهجره هي اللي شكلت العالم ديالنا الحالي. المهاجرين الاولين كانوا البشر اللي جاوا من لافريك وانتشروا في اوراسيا وبلايص اخرين اللي باقي فيهم نقاشات علميه. اقدم حفريه ديال شي هومو سابين كانت لقات في المغرب وبالضبط في جبل ايغود اللي العمر ديالها تقريبا 300 ألف عام. النظريه ديال الخروج من لافريك اللي كتقول ان 60 ألف عام هادي كانوا لي هومو سابينز اللي هو الانسان العاقل انتشروا في اوراسيا فين تلاقاو ورمبلاصاو الاسلاف البشريه الاخرى بحال نيندرتالز. كتقول النظريه ان البشر اللي هاجروا لاسيا غيكونوا دازوا يا اما من مضيق اللي كاين بين القرن الافريقي اللي هو اليمن حاليا، اولا غادي يكونوا دازوا من شبه جزيره سيناء. من بعد الانتشار في جنوب شرق اسيا يعتقد ان البشر الاولي هاجروا لاستراليا عبر غينيا الجديده اللي كانت ملاصقه معها في ذاك الوقت، ومن بعد انتشروا في اوروب وفي الامريك كامله. هذه الهجرات كان الدافع ديالها يا اما المناخ او الماكله او اسباب اخرى، ولكن مع مرور الوقت وبدايه تحضر الثقافات بدات كتبان اسباب جديده ديال الهجره، يا اما الحروب او الاستعمار. من شحال هذا الهجره كانت مربوطه بالاستعباد والاتحاد، فاليهود خرجوا من الاراضي ديال جدادهم بعد النفي ديالهم والخروج ديالهم من جيروسالم عام 70 بعد الميلاد. على الاقل 12 مليون افريقي تم الاستعباد ديالهم وتجبروا باش يمشيو للقاره الامريكيه خلال التجاره ديال العبيد بين 1500 و 1860. خلال الحرب العالميه في 1945 هاجروا مئات الالاف ديال الناجين من الهولوكوست لاوروبا، فلسطين والامريك. وفي نهايه الحرب ديال فيتنام هاجر اكثر من 125 الف شخص من فيتنام للامريكان. هاد الهجرات اللي شفنا دابا ما كانوش هما الاخرانيين، حتى في القرن الحالي ديالنا باقي كاينين هجرات، يا اما بسبب المجاعه او الكوارث الطبيعيه او بسبب انتهاك حقوق الانسان. فمن 2013 والهجرات من شمال افريقيا والشرق الاوسط لأوروب غادي كتزاد بسبب الفقر وعدم الاستقرار السياسي. اضطر مئات الالاف من الروهينجا يهاجروا لبنغلاديش من ميانمار واخا كانت بلادهم الام من قرون من التاريخ. في الفيتور غادي يقدر يبانوا اسباب جديده ديال الهجره، وبلا شك المناخ غادي يكون سبب منهم، يا اما بسبب الفيضانات اللي غادي يكونوا او جفاف بعض المناطق. المهم كيف ما كان السبب ما حد كاين البشر وما حد كاين البلايص فين يمشيو غادي تبقى مستمره الهجره. ما حد بقيتي معنا حتى الاخر ديال الفيديو ما تنساش دير لنا واحد لايك وسبسكرايب وتقولي لنا شنو بالك في هذا البلان في لي كومونتير.